وين بتلاقي صانعة محتوى بتسوي رسمات رهيبة وفي نفس الوقت تتنمر وتنتقد كمان اوكي على الكرتون. اليوم راح نحكي عن قناة سكاي فوكس. اجل سكاي فوكس ممن سكاي فوكس لو اقدر اعبر عنها هي اكثر يوتيوبرة تعرف كيف تنتقد الكرتون، تمام؟ وبشكل فكاهي كمان. ويعني انتقادها للكرتون مو يعني انتقاد والله كرتون قصته مو زينة او الشخصيات فيه بشعة، لا، تنتقد كل شيء، تنتقد الدبلجة، تنتقد الساوند افكت، تنتقد حتى المشاهد البسيطة والتدقيق في الكتابة والحوارات. ف والله صفقة، اقسم بالله انها رهيبة من ناحية الانتقاد للكرتون، وفي نفس الوقت يعني بتمزح، نكاتها مرة رهيبة، وتعرف تسوي كيف اقول لك انيميشن، بتعرف تسوي انيميشن، وهذا افضل مثال. دقيقة خلينا نشوف. اصفحوا عنا إن أخطأنا، نحن الآليون نسعى دوما أن نتعلم كيف الحل يكون. من ينجح سينال علامة سموث ويطيع الأصحاب كلام نمضي لمهمات صعبة فغدا سوف تهون. اصفحوا عنا إن أخطأنا، انيميشن نحن ليجندري. الآليون. شوف الرسم كيف بس. من ينجح. انا ما راح اتفرج على الفيديو كامل عشان هي انت شلت الفيديو زي ما هو بدون ما تقول ولا كلمة. هذاك برد. فيا انيميشناتها رهيبة. الفيديو هذا بنشوف فيديو خفيف لطيف عن شو اسمه، عن اعلان ماينكرافت. Halo? Are you ugly on purpose? دم دي دم دم. والله ريسبكت. ماينكرافت ما قد تكون أشهر وأنجح لعبة في التاريخ دلوقتي، رغم أني ماليش فيها خالص ولا مرة لعبتها، بس حتى أنا ما أقدرش أهرب منها وتفضل ورايا في بعض فيديوهات اليوتيوب اللي فيها باركور ماينكرافت للمونتاج. ولما سمعت إنها يكون ليها فيلم قلت أوكي، ولكن لما سمعت إنها يكون لايف أكشن قلت اوكي. يعني حاليا اي حاجه ممكن تتحول لفيلم. يعني تعرفوا انه هيكون في واحد سكيبدي تويلت، ليه كده يا جماعه؟ لو قلت له اعمل له مراجعه اقتلكم من الاخر. يا والله حرفيا لا تتفرجيه ولا احد راح يتفرجه. مان سكيبدي تويلت ازبل شيء في الحياه، بس بوف 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 بوف، ما في اي شيء. والله شيء غريب. ما راح استغرب كمان لو يحطوا فيه اجندات، شيء طبيعي. لا. اي شيء فيه اطفال، متابعين اطفال بيستهدفون الاجندات على طول. الحين راح انتقد الفيلم من الاخير راح يكون ازبل شيء في الحياه، راح يكون فشل ذريع للشركه، وراح يكون اهانه بحق لعبه ماينكرافت. فيب من الاخير تمام عشان نقفل موضوع ماينكرافت. الحين خلاص الايجابيات اتوقع خلصناها. جودة صوتها ممتازة، الميكروفون اللي تستعمله مرة رهيب. ثامنيلاتها زمان كانت خايسة بس الحين تحسنت، لانه ما شاء الله سويت اعادة نشر لكل فيديوهاتها، ولما سويت هذه الاعادة ضبطت الثامنيلز. يمكن ابشع ثامنيل سوته هو هذا حق الانتروز او حيوانات بصفات بشرية. هذا ابشعهم بالنسبة لي، ابدا مو جذاب، مع انه جاب مشاهدات بس على مدة طويلة 11 شهر يا رجل عشان جاب 100,000. فيا على عكس هذا مثلا، هذا كان رهيب، هذا مرة رهيب. حق الفيلم حق مسلسل قصص الأنبياء، تمثيله رهيب، وأصلا مشاهدات ما شاء الله قبل سنة كالعادة. ملاحظين انه سكاي فوكس مو اقول انها تسحب، بس يعني في فترات طويلة بين الفيديو والفيديو، فمعذورة كمان لانه قاعدة تسوي ريفيوز للافلام والكرتون، فشي طبيعي يعني تسحب، منطقي.
ما تقدر، ما راح تجيك زي اليوتيوبرز الثانيين تنزيل يومي. فيا وباي ذا واي اهنيك على يا سكاي فوكس على التصاميم لشخصية فناف، والله انها ليجندرية بشكل مو طبيعي اقسم بالله. اشياء غير مألوفة بس رهيبة بزيادة. الإيجابية الكبرى بالنسبة لي قناة سكاي فوكس بالنسبة لي إنه ما في موسيقى، ما في موسيقى في محتواها. والله 10/10 من الأخير. أحسن واحدة بتسوي فيديوهات انتقاد على كرتون، وكمان تتنمر بس عادي على كرتون. يا رجل تنمري على الكرتون، أنا أشوفه شيء طبيعي عادي، ما راح الكرتون يزعل ويسوي فاهمين علي؟ فيا وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك. ويا سكاي فوكس كملي. بالنسبة للسلبيات شبه معدومة، السلبيات بالنسبة لي شبه معدومة، يمكن بس السحبة يعني الانقطاعات الكثيرة، غير هيك ما في أصلا. يا أخي ما هي ساحبة. شوف قبل 3 أيام من تاريخ تسجيل هذا الفيديو حرفيا، فما هي ساحبة، بس تسحب مرات بس عادي. مقارنة بالبقية ممتاز، مرة ممتاز. ويا أتمنى أن الفيديو عجبكم. لا تنسوا باللايك، لا تنسوا بالاشتراك، واكتبوا خبزة في التعليقات عشان أعرف أنكم خلصتم الفيديو. وإذا عندك انتقاد للفيديو حقي اكتبها في التعليقات، وأحسن واحد بيكتب لي انتقاد رهيب على الفيديو اللي قاعد نشوفه حاليا راح أثبت تعليقه. وبس والله، and see you later.